عاجل زلزال يهز إفريقيا. المغرب يسحب نفوذ الكاف من مصر، وصفعة مدوية تهز القارة بالكامل. فضيحة مدوية داخل الكاف، انهيار النفوذ التاريخي لمصر، والمغرب يعلن بداية عصر جديد. صدمة في القاهرة وغضب في الجزائر بعد انسحاب الكاف نحو المغرب. ماذا يحدث داخل إفريقيا؟ زلزال رياضي خطير، المغرب ينتزع مركز القرار الإفريقي، ومصر تواجه أخطر صفعة في تاريخ الكاف. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تدعمنا بإعجاب محترم، وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد أولا بأول، لأن اللي حتشوفه النهاردة مش مجرد خبر رياضي عادي، لا، إحنا قدام تحول ضخم جدا بيحصل داخل القارة الإفريقية، تحول ممكن يغير شكل الكرة الإفريقية بالكامل لسنوات طويلة جاية. الكل كان فاكر إن الأمور مستقرة، وإن النفوذ التاريخي لبعض الدول داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مستحيل يهتز، لكن فجأة خرجت قرارات وتصريحات وأحداث قلبت الطاولة بالكامل، وفتحت باب أسئلة خطيرة جدا. إزاي المغرب قدرت تتحرك بكل القوة دي؟ وإزاي الكفة بدأت تميل بهذا الشكل الواضح؟ وليه بعض الأصوات وصلت لمرحلة التهديد المباشر والكلام الصادم على الهواء؟ وهل فعلا إحنا أمام نهاية مرحلة كاملة وبداية عصر جديد داخل إفريقيا؟ كل التفاصيل اللي حتسمعوها النهاردة صادمة، وبعضها الناس لحد اللحظة مش مستوعباه. القصة بدأت لما تصاعد الكلام بشكل غير مسبوق حول انتقال النفوذ الحقيقي داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ورغم أن المقر الرسمي للكاف موجود داخل مصر من عشرات السنين، إلا أن أصوات كثيرة بدأت تؤكد أن الإدارة الحقيقية والتحكم الفعلي والعمليات الأساسية بدأت تتحرك تدريجيا ناحية المغرب. والكلام هنا مش مجرد شائعات على السوشيال ميديا، لا، الموضوع وصل لتصريحات علنية وخطيرة جدا، لدرجة أن البعض خرج على قنوات تلفزيونية يتحدث بانفعال غير طبيعي ويتهم أطرافا معينة بأنها تريد سحب كل شيء من مصر تدريجيا: الاجتماعات، النفوذ، القرارات، وحتى مركز التأثير الحقيقي داخل القارة. واحد من أخطر التصريحات اللي أثارت جدل ضخم جدا كان الكلام اللي خرج فيه أحد الأشخاص وهو يهاجم الوضع بالكامل ويقول إن وجود مقر الكاف داخل مصر أصبح مجرد مبنى فقط، أما الإدارة الفعلية والتحكم الحقيقي بحسب وصفه فأصبح يدار من المغرب. التصريحات بعدها دخلت في مستوى أكثر خطورة، خصوصا لما تم الحديث بشكل صادم عن تهديدات وحالة غضب غير مسبوقة وصلت إلى التلويح بحرق مقر الاتحاد الإفريقي نفسه داخل مصر، والكلام عن أن المقر مغتصب وأنه بيتهم على حد وصفهم. طبعا الكلام ده عمل صدمة ضخمة جدا داخل الأوساط الرياضية والإعلامية، لأننا هنا مش بنتكلم عن خلاف عادي، إحنا بنتكلم عن صراع نفوذ حقيقي داخل واحدة من أهم المؤسسات الرياضية في القارة الإفريقية. والأخطر من كده إن بعض الدول بدأت بالفعل تتحدث عن فكرة نقل مقر الكاف بحجة حماية الاتحاد الإفريقي، وهنا بدأت علامات الاستفهام تكبر بشكل مخيف. هل وصلنا فعلا لمرحلة إن مقر الكاف نفسه يبقى محل صراع سياسي ورياضي بهذا الشكل؟ وهل القارة الإفريقية دخلت مرحلة إعادة توزيع النفوذ بالكامل؟ وفي المقابل، المغرب كانت تتحرك بهدوء شديد لكن بثقة كبيرة جدا. خرجت تصريحات من شخصيات مغربية تعتبر افتتاح مقرات وإدارات جديدة للكاف داخل المغرب مكسبا تاريخيا للقارة بالكامل، واعتبروا إن اللي حصل مش صدفة ولا قرار عابر، بل نتيجة مشروع طويل اشتغل عليه المغرب لسنوات. التصريحات المغربية ركزت على نقطة مهمة جدا، وهي إن نقل جزء كبير من ثقل الكاف نحو المغرب لم يكن أمرا سهلا إطلاقا، خصوصا إن مصر ظلت لعقود طويلة القلب الإداري والتاريخي للكاف. لكن بحسب كلامهم، الإرادة الجماعية داخل الاتحاد الإفريقي والتصويت والدعم الإفريقي ساعد على حدوث هذا التحول، وتم تقديم المغرب على إنه نموذجا للاستقرار والتنظيم والتطوير داخل القارة، مع الحديث عن الرباط كمركز جديد مهم جدا في إدارة الكرة الإفريقية خلال السنوات القادمة. لكن هنا تبدأ النقطة الأخطر في القصة، لأن اللي حصل لم يكن وليد لحظة واحدة، بل نتيجة مشروع ضخم جدا بدأ من سنين طويلة. المغرب لم تعتمد فقط على الشعارات أو التصريحات الإعلامية، بل اشتغلت على الأرض بشكل واضح جدا: تنظيم بطولات قارية وعالمية بصورة احترافية، تطوير ملاعب ضخمة بمواصفات عالمية، إنشاء بنية تحتية رياضية قوية جدا، والاستثمار الحقيقي في تكوين اللاعبين من الصغر. والنتيجة بدأت تظهر بقوة.
منتخبات الفئات السنية المغربية لم تعد مجرد منتخبات مشاركة فقط، بل أصبحت تنافس وتحقق نتائج قوية جدا، وتفرض أسلوب لعب حديث ومتطور، والكل بدأ يلاحظ إن هناك مشروع حقيقي يتم بناؤه خطوة بخطوة. وفي قلب المشروع ده برز اسم أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، اللي تحولت إلى نموذج يضرب به المثل داخل إفريقيا بالكامل. أما في الجزائر فالمشهد كان مليئا بالغضب والتحليلات المتوترة، مع حديث متكرر عن الكواليس والهدايا والعلاقات والنفوذ داخل إفريقيا. وخرجت تصريحات تتحدث بشكل صريح عن أن الفوز داخل أروقة الكاف لا يعتمد فقط على كرة القدم، بل على التحركات السياسية والدبلوماسية وكسب الحلفاء داخل القارة. وبعض التصريحات ذهبت بعيدا جدا في وصف ما يحدث، معتبرة أن المعركة داخل كاف أصبحت معركة نفوذ حقيقية تحتاج لتحركات قوية جدا خلف الكواليس. لكن بعيدا عن الجدل والانفعال، كانت هناك حقيقة واضحة جدا أمام الجميع. القوة داخل كرة القدم الإفريقية لم تعد تقاس فقط بالتاريخ. المرحلة الجديدة أصبحت تعتمد على من يملك مشروعا حقيقيا، من يستثمر في المستقبل، من يبني بنية تحتية قوية، ومن يملك رؤية طويلة المدى. وده تحديدا اللي جعل الكثير من المتابعين يعتبرون إن ما حدث لم يكن مفاجأة، بل نتيجة طبيعية جدا لتراكم سنوات من العمل والتخطيط. ومع انتقال جزء كبير من مركز القرار نحو المغرب، بدأت ملامح مرحلة جديدة تتشكل داخل الكرة الإفريقية، مرحلة لم يعد فيها النفوذ مضمونا لأي طرف بشكل دائم، بل أصبح مرتبطا بالقدرة على التطوير والاستمرارية. الحديث الآن لم يعد فقط عن تنظيم بطولات، بل عن بناء منظومة كاملة تشمل التكوين، التسويق الرياضي، البنية التحتية، الإدارة الحديثة، التأثير الدولي، والاستثمار طويل المدى. وده ما جعل المغرب تملك أفضلية واضحة جدا في هذه المرحلة، لأنها بالفعل بنت قاعدة قوية جاهزة للتوسع. وفي المقابل، كثير من الدول الإفريقية أصبحت مطالبة الآن بإعادة حساباتها بالكامل، لأن المنافسة لم تعد داخل المستطيل الأخضر فقط، بل انتقلت أيضا إلى مكاتب الإدارة والتخطيط وصناعة القرار. وأصوات كثيرة داخل القارة بدأت تطالب بتعميم التجربة المغربية كنموذج للتطوير، خصوصا في مجال الأكاديميات وربطها بالمنتخبات الوطنية والأندية. والبعض يرى أن هذا التحول قد يصنع جيلا جديدا بالكامل داخل إفريقيا، جيل قادر على رفع مستوى الكرة الإفريقية عالميا بصورة غير مسبوقة. ومع كل هذه التغيرات يبقى التحدي الأكبر هو الاستمرارية، لأن الوصول للقمة صعب، لكن الحفاظ عليها أصعب بكثير. والمغرب الآن أصبحت تحت ضغط ضخم جدا، لأن الجميع سيراقب هل هذا النجاح مجرد مرحلة مؤقتة أم بداية هيمنة طويلة المدى داخل القارة الإفريقية. وفي نفس الوقت الدول التقليدية لن تقف مكتوفة الأيدي، بل ستسعى بكل قوتها لاستعادة النفوذ وتقليص الفجوة. وده معناه إن السنوات القادمة قد تكون الأكثر اشتعالا وإثارة في تاريخ الكرة الإفريقية بالكامل. وفي النهاية إحنا مش قدام مجرد قرار إداري عابر، إحنا قدام لحظة تاريخية بتعلن إن إفريقيا بدأت تدخل عصرا جديد، عصرا لا يعترف بالأسماء القديمة فقط، بل يعترف بمن يعمل، بمن يخطط، بمن يستثمر في المستقبل. القوة داخل الكرة الإفريقية لم تعد وراثة، بل أصبحت صناعة حقيقية، ومن لا يطور نفسه سيتراجع مهما كان تاريخه كبير. ويبقى السؤال الأهم الآن: هل تستطيع القوى التقليدية العودة بقوة واستعادة نفوذها التاريخي؟ أم أن المغرب بدأت بالفعل كتابة حقبة جديدة داخل القارة الإفريقية؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات. هل ما يحدث تطور طبيعي نتيجة العمل والتخطيط، أم أن هناك أمورا أخرى تتحكم في المشهد داخل الكاف؟ وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.